علشان بنخاف عليكي ولإننا ولادك، حالفين ناخد ايديكي يا مصر ونشارك، نبني مصر ونعمر بلدنا، نبني مصر مستقبل ولادنا. الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ابدأ بالإسكندرية، هي جمعية مصرية قائمة على رجال أعمال وطنيين من الإسكندرية، كانوا حريصين على تنمية الاقتصاد المصري من خلال خلق مناخ أو المشاركة في مناخ تنموي حقيقي يشارك فيه رجل الأعمال باستثماراته وبمكاسبه للمجتمع المصري. احنا عايزين نقدم خدمة حقيقية للشباب، لأن في شباب كتير قوي بتحضر جوب فيرز مختلفة في منظمات وهيئات وشركات مختلفة بتنظم معارض للتوظيف، ومع ذلك في الآخر مش بنطلع بنتيجة مباشرة للشباب. يا مصري ونشارك، نبني مصر ونعمر بلدنا، نبني مصر. قلنا ايه الثلاث محاور الرئيسية اللي احنا نخاطب بيها الشباب؟ المحور الأولاني كان التوظيف، لأن كل شاب يحتاج إلى توظيف. الجزء الثاني كان العمل على التدريب وتنمية مهارات الشباب. المحور الثالث وهو كان أفكار المشاريع. شبابنا عنده أفكار ريادية وعنده أفكار جميلة جدا، شبابنا شباب ذكي وشباب طموح وشباب مؤمن، وكان يحتاج إلى اليد ويحتاج إلى العون، فكان واجب علينا ان احنا كرجال اعمال وطنيين ان احنا نقدم الايد دي من خلال الثلاث محاور الرئيسيه. مصر املنا مش عايزين نقف في مكاننا، وكفايه مبادرة ابدأ مشروعك، الشاب فيها عنده الفكرة وعنده التخصص وعنده خبرة فنية في مشروعه، وده أحد الشروط الأساسية اللي احنا حاطينها في المشروعات اللي هتقدم لينا اللي احنا هندعمها. وعندنا شرط تاني ان هو الشاب ده أو مجموعة الشباب اللي عندهم نفس الفكرة أو نفس المشروع يكون معاهم 25% من رأس مال المشروع، عشان نضمن جدية الشباب في تنفيذ المشروعات دي. نبني مصر مستقبل ولادنا. قدرنا نجيب 2400 فرصة تدريب للشباب، وهي منح مجانية الحمد لله من شركات وطنية ترعى وتسعى إلى تنمية الشاب المصري. قدرنا الحمد لله نحصل على 100 وظيفة مش 50 وظيفة، 100 وظيفة من خلال شركات عارضة قدمت الوظائف إلى شباب مصر. قدرنا نتحصل على 30 مشروع، وده كان نتيجة إن بعض الشباب افتقد فكرة تقديم المشروعات، ولكن أنا أقدر أقول الحمد لله إن دي بالنسبة لجمعية ابدأ هي تجربة أولية، وقدرنا الحمد لله نحقق فيها نجاح نسبي، ونتمنى أنها تكون بداية لمشروعات أخرى ومنتديات أخرى وملتقى آخر للشباب. علشان بنخاف عليكي ولإننا ولادك، حالفين ناخد ايديكي يا مصر. أحب أنهي كلمتي بشكر خاص للسيد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عادل إبراهيم. أحب أضيف الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، أحب أضيف الشكر للجنة زاد والمدير الجمعية الأستاذ عبد المجيد موسى، والشباب بالجهاز الإداري للجمعية اللي كان لهم دور كبير جدا في إنجاح هذا الملتقى. نبني مصر ونعمر بلدنا، نبني مصر مستقبل ولادنا. شارك نبني مصر، شارك نبني مستقبلنا، ونحقق يا مصر أملنا، مش عايزين نقف في مكاننا، وكفاية اللي فاتك. شارك نبني مستقبلنا، ونحقق يا مصر أملنا، مش عايزين نقف في مكاننا، وكفاية اللي فاتك. شارك نبني مصر ونعمر بلدنا، شارك نبني مصر مستقبل ولادنا.